صباح الفل او مساء الفل عليكم وحسب الوقت اللي تسمعوني فيه، واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم مسرح الاساطير والافلام. حلقه النهارده هنرجع للجريك ميثولوجي او الاساطير اليونانيه اللي انا دايما بحبها جدا. وحلقه النهارده هنتكلم عن واحد مشهور جدا اسمه تانتلس. تانتلس ده واحد من مثلث انا بسميه مثلث العذاب الابدي. الثلاثه اتحكم عليهم بالعذاب الابدي والثلاثه كانوا اشهر من بعض، وسيزف كان اشهر اللي اتكلمت عنه، وبعد كده بروميثيوس، ودلوقتي احنا مع تانتلس. فخلينا نبدا سريعا نعرف هو مين ونشوف ايه اللي ممكن يتعلمه من الاسطوره دي. تانتلس ده كان واحد من اولاد الالهه وبالتحديد ابن زوس كبير الالهه، وكان من ضمن زي ما بيقولوا الجيل الاول اللي كان بيحظى بشرف الغشاء مع الالهه. عمل فعل خلاه يوصل العذاب الابدي، ولكن تانتلس ده تحس ايه؟ ان قال لك انا الروش اللي فيهم، قال لك لا انا ما عملتش حاجه ولا عملت حاجتين، ده عمل 3 حاجات خلى الالهه تعاقبوا العقاب الابدي ده. اول حاجه بيقول لك ان هو كان اثناء ما كان بيتعشى مع الالهه كان بيسمع بيقولوا ايه او بيدبروا الايه للبشر، وكان بيقول لاصدقائه من البشر ايه الحاجات اللي الالهه بتدبرها دي. وتاني حاجه انه سرق حاجه اسمها النكتار او الامبروزيا المقدسه، واللي دي كانت مخصصه للالهه فقط. ومش بس كده، ده اداها للبشر اللي المفروض برضه ما يحصلوش عليها، وكان بسببها بيسبب خلل في العالم. وزي ما بقول لكم ما سكتش على كده الراجل وقال لك مش كفايه كده حركت وعصبتهم، لا، عمل فعل اشنع بكتير. قال لك مش الالهه دي عارفين كل حاجه ومفروض هم الالهه؟ قال لك طب هل هم عارفين هو بياكل ايه اساسا؟ لدرجه انه قتل ابنه وقطعه وقدمه في وسط الاكل الالهه علشان يشوف يعرفه ولا لا. ولكن يا عزيزي الالهه اكتشفوا فعلا ان في حاجه غلط في الاكل ده. واشمعنى تانتلس يعني كريم قوي كده عاملين عزوم؟ اكتشفوا ان اللي بياكلوه ده ابن تانتلس فعلا. فزوس امر واحده من ال3 اخوات المسؤولين عن القدر انها ترجع ابنه تاني للحياه. وابتدى بقى ايه زي ما نقول مخمخ بعذاب، وابتدى ايه يفضل اخونا تانتلس ده. وللاسف هو ما كانش برضه زي الباقيين، لا، ده كان عقابه شامل. اول حاجه ان ذريته كلها اتلعنت، ومن ضمن ذريته دي اجامemnon اللي هو كان عنصر مهم في حرب طروادة، وحفيدته الاخيره الكترا اللي طبعا احنا كلنا ممكن سمعنا عنها، المشهوره في الطب النفسي بعقده الكترا. فيعني الراجل تسبب لعيلته كلها وسلالته كلها باللعنه. ومش بس كده طبعا، زوس وبقيه الالهه حكموا عليه زي الباقيين ان برضه هيتعذب عذاب خاص بيه. وممكن انت اول ما تسمعوا العذاب تحسوه سهل وبسيط. اقول لك يا عزيزي ان هو كل ما يجي يقرب من الميه او حاول يخترف غرفه من الماء ويشرب عشان عطشان، الميه بتنحسر وبتقل فجاه كأن البحيره دي نشفت. طب يقول لك اكل، كل ما يجي يقرب من الفاكهه الشجره تعلى وما يقدرش يوصل لها، ويظل تانتلس في هذا العذاب للابد. وزي ما نقول ببلدي كده في مصر، لا طال بلح الشام ولا هنا باليمن. الراجل يا عيني طول عمره هيفضل متحسر وفي عذاب للابد، ولا عارف ياكل ولا عارف يشرب. هيفضل طول عمره كده بسبب الفعل اللي هو عملها دي. وقد تكون الاسطوره دي ما فيهاش حكاوي كتيره او ما فيهاش تفاصيل كتيره، او ممكن انا ما حبيتش احكي فيها تفاصيل قوي عشان ممكن تكون بالنسبه لكم فكرتها بسيطه. ولكن انا بشوف ان عذاب تانتلس ده هو عذاب نفسي زي سيزف. يعني ممكن بريميثيوس كان عذاب جسدي، وسيزف برضه يقدر يتقبل ان هو خلاص انا ماليش فايده زي ما البر كامو قال. ولكن حد يقول لي تانتلس ده هيعمل ايه يا عيني؟ الشخص ده عذابه نفسي، مفيش حاجه يتقبلها، يتقبلها في عذاب. على الاقل سيزف بيقول لك خلاص يعني انا تقبلت ان الموقف عديم الفايده فعادي. لما هو يعمل ايه؟ على الاقل سيزف ممكن ما نعرفش كان بياكل ويشرب، ولكن ده هو اكتر حاجتين نفسه من الاكل والشرب مش موجودين ولا عارف يطولهم. يعني هو قاعدين قدامه كده ومش عارف يوصل لهم. واعتقد شخصيا على حياتنا لو واحد مر بحاجه زي كده يكون حاجه قريبه قوي منه وما يعرفش يوصل لها، بيكون شعور سيء جدا. انا الحاجه قريبه مني هي انا عايز امسكها مش عارف اوصل لها، او عايز احصل على وات ايفر فلوس شهره وات ايفر قريبه جدا مني ولكن مش جايه معاك. طب ياخدنا لاهم جزئيه في الحلقه، وهي اهم 3 حاجات عملناها في اسطوره تانتلس. اول نقطه معانا النهارده هي الحيره والتردد. يعني انا بحس عذاب تانتلس ده عامل زي الشخص المتردد اللي هو يا جماعه طب اقوم اذاكر دلوقتي ولا اقوم اتفرج على حاجه بحبها والعب شويه؟ طب اخش انام ولا اقعد اذاكر او العب شويه وبعدين هبقى انام اقل؟ عارفين يا جماعه الحيره والتردد دي، مع ان انا بقول امثله سهله ان انت طب لو هو ملخص شديد اعمل ولا ما اعملش. عارفين التردد ده هو نفس شعور تانتلس، ولكن على الاقل الراجل التاني ده كان مش قادر يعمل حاجه، كان نفسه يعمل حاجه بس مش قادر، يعني بيحاول ولكن بتبعد عنه. فهو الشخص المتردد زي كده. يعني عارفين يا جماعه اللي هو تفضل قاعد قدام الكنبه طب هقوم ولا ما اقومش؟ لا، الوقت جري منك، انت ما عملتش الفعلين، انت بقيت عامل زي اسطوره تانتلس ولكن باختيارك. فضلت قاعد في مكانك عمال تفكر طب اخد يمين ولا شمال، اعمل ولا ما اعملش. وارجع اقول لك تاني على الاقل الشخص تاني كان مجبر، يعني هو الراجل بيحاول بس ما بيوصلش، كده بقيت عامل زي اللي في النص. انا احب اقول لك كده يعني ولا انت سعت مع اللي صاعه ولا انت طبت مع اللي تاب. والمثل طبعا البلدي اللي هو ايه،
اللي هو رقصوا على السلم، ولا انت نزلت فرجت ناس تحت، ولا رقصت في شقتك فوق، ولا تفرق مثلا كان بيقول ايه. فهو الموضوع كده، انت قاعد في النص. وانا بالنسبه لي شخصيا، والناس اللي عارفاني ومتابعه برنامج زمان، ده نقطه انا بحس بيها شخصيا وبحاول دايما احطها في حياتي، هو فكره يا ريتني كنت عملت، يا ريتني كنت سويت. هو الشعور ده سيء قوي يعني. في اغاني كتيره اتذكرت، كانت في اغنيه لفرقه اسمها مربع، مش فاكر اسم الاغنيه ده بنساه، بس كان بيقول كوبليه والموج يجيبك ويوديك وانت ما تتخذ قرار، مش عارف، هو القدس اتحرر واتطهر وانت لسه بعدك بتعبد بالنار. اللي هو يعني هحاول اجيبها لك احطها كده. والقدس اتحرر واتطهر وانت بعدك تعبد بالنار، وانت ما زلت في مكانه مش عايز تتخذ قرار. فالموضوع يا جدعان ده بحسه واقع النفس على الانسان صعب جدا. فكره ان انت عايز طول الوقت اعمل ولا ما اعملش، طب اقوم ولا ما اقومش. وانا شخصيا وقعت في الفخ ده كتير، ان انا ايه، طب انا عارف مشاكلي ايه، او عارف انا ايه اللي ممكن اعمله عشان احسن البرنامج ده، او مثلا زي ما انا بدات مثلا اصور دلوقتي واظهر قدامكم، كنت بخاف او بكسل وقتها، طب ما اعملش، طب ما المره الجايه. قلت نفسك مثلا على مثال البرنامج، عملت 10 20 حلقه كلهم نص نص، مش حاجه واو ولا حاجه قليله، فاهم انت، حاجه في النص. فطبعا في ناس كتير تقول لك ايه، ما هي مش هيكون في النص ده حلو، ولكن انا بحس لا. يعني يا جماعه بالنسبه لي على اتليست اللي جرب وفشل، يعني انا افترض ان انا مثلا كملت في البرنامج ده 30 40 حلقه وما نجحش، خلاص اتليست احس ان انا جربت، اتليست انا عملت حاجه. ولكن انا لو ما عملتش كنت اقول يا ده انا ما عملتش، ده انا ندمان جدا، انا لو كنت عملت كنت كسرت الدنيا. هو بالظبط هو الشعور ده اللي بيجي لناس كتير مننا، يا ريتني كنت عملت، يا ريتني كنت سويت. وبرضه في اغنيه تانية بفتكرها لدينا الوديدي، كانت بتقول كوبليه كده، الاغنيه اسمها سكون تقريبا، كانت بتقول يا اللي عارف كل شيء واكسك، يا اللي ظالم في الحياه نفسك. عارفين يا جماعه الفتره اللي بقول لكم عليها دي اللي كنت بسمع الاغنيه دي تقريبا ممكن اعيط، او اغنيه تقيله قوي. هو الاغنيه فعلا مؤثره، ان هو فعلا اوقات كتير احنا ممكن ظالمين نفسنا، او احنا عارفين ايه المشاكل اللي جوانا وايه الحاجات اللي احنا ممكن نغيرها، ولكن مش هقول لك كسل بس، ولكن خايف، او نفس النقطه اللي بنتكلم فيها، متردد تعمل حاجه، او متردد تاخد اكشن عشان خايف يحصل لك ريزلت معين او نتيجه معينه انت مش حاببها. ولكن انا عن تجربه مش عايز اطول اكتر من كده، ده اسوأ شعور، انت تقول ايه، لا يا ريتني كنت عملت. او لكن تخيلت منظر تانتلوس هو في البحيره في الصوره اللي مرتبط في اول الحلقه، وهو يعني ايه، مش عارف يقول حاجه في النص، موقف مش حلو جدا، ووضع حتى فكريا كده يكون فيه مش حلو، انت ما بين ده وبين ده. بس ما علينا يعني. وده ياخدنا تاني نقطه معانا النهارده وهتستغربوها جدا، وهي العلاقات التوكسيك. عذاب تانتلوس ده فكرني بالعلاقات التوكسيك جدا، وعارف ان انتوا بتسمعوا دلوقتي تقولوا لي ايه علاقه ده. هقول لك انا لما فكرت في فكره الاسطوره ان هو كل ما يقرب من الشجره تبعد، او يشرب الميه تبعد، ولما يرجع تاني مكانه الميه ترجع تاني، هذا علاقات توكسيك بالظبط. لما احنا بنكون مع شخص مش كويس وخلاص هنقرر نبعد عنه، اكتشفت انه توكسيك وهبعد عنه، وتطنشه تلاقي عمل ايه، يجي لك كده انت ما تسال عليا، ده انا بحبك، ده انا كنت بس زعلان شويه، انا مكتئب وات ايفر يعني. ولما تيجي تقرب له تقول له طب خلاص يا عم انا بحبك جدا ويلا بينا، يقول لك لا انا مين قال لك كده اساسا، مين اللي فكرك اساسا ان احنا نرتبط اساسا، وانت بتجيب الكلام ده منين؟ اللي هو تحس الموضوع عامل زي بالظبط ده انت لما كان كل شويه يقرب من الشجره، لا مين قال لك نار، ده انا بعيده جدا، يجي يقرب من الميه تقل. يعني عارف ان هو ممكن تستغربوني بضحك، ولكن التخيل العلاقات التوكسيك بالنسبه لي هو كده. وعلى راي كوبليه برضو الفنان الكبير احمد عدويه ربنا يديله الصحه يا رب، كان بيقول لك مش عارفه جينا نقرب، جينا نقعد شدوا الكراسي، جينا نمشي حطوا الكراسي. هو بالظبط العلاقات التوكسيك. واحد صاحبي قال لي المثل ده بصراحه، ايه هو كده بالظبط. نيجي نقرب يوم شادين الكراسي، لا ما عندناش كراسي تقعد عليها، نيجي نقعد يا عم تيجي تقعد معايا، ما الدنيا واسعه عليك. هو بالظبط العلاقات التوكسيك كده زي تانتلوس بالظبط. كل ما ترجع لوضعك وتتقبل حالك ان هو خلاص الموضوع ده مش كويس ليك، مش مهم احاول ومش هحاول، الحاجات تقرب لك، واول ما تقرب لهم يسحبوا نفسهم يقول لك لا مفيش. فانا بالنسبه لي ده هي العلاقات التوكسيك بالظبط كده يا جماعه. وانا بالنسبه لي على الاقل في عقاب سيزيف وبروميثيوس كان هو الحاجه بتعدي خلاص كل يوم وخلاص، يعني هصحى عيد نفس اليوم وخلاص. ولكن عذاب تانتلوس وعذاب العلاقات التوكسيك برضه نفس الفكره، انها بتحصل كل ثانيه. هو انت يا جماعه ولا انت قاعد سنجل وقاعد في حالك وتقول خلاص الحمد لله انا قاعد سنجل ومريح دماغي، ولا انت مع شخص بتحبه، اي نعم بتتخانق ولكن موجود في حياتك، انت في النص. ارجع اقول لكم تاني نفس الوضع، انت في النص. ده عذاب شديد. ونفس الكلام في عذاب تانتلوس، ما كانش اللي هو هصحى عيد نفس اليوم وخلاص، لا هو كان كل ثانيه وكل لحظه بتعدي عليه وهو جعان وعطشان والحاجه قدام ايده مش عارف يوصل لها. ده قمه العذاب. يعني انا بالنسبه لي
بحس زوس تفنن قوي في العذاب ده المره دي. يعني الحاج زوس تفنن قوي ان هو ايه، انت كل سنه تعدي عليك انت نفسك في الحاجه دي. ومش بس كده، يعني ارجع اقول لكم سيزيف وبروميثيوس ممكن يتقبلوا العذاب يقول لك خلاص ما انا هسعيد نفس اليوم وخلاص. ولكن تانتلس للاسف كان كل يوم بيقول انا ممكن انجح المره دي، ممكن المره دي هوصل واقول ايه، او هلحق اخد حته من الفاكهه، او هلحق اخد نقطه ميه حتى. هو الوهم ده يا جماعه نفس علاقات التوكسيك، انت بيكون عندك وهم ان الشخص هيتغير، او ان انت هتصحى من النوم الشخص ده مش هيكون موجود. وللاسف زي ما بقول لكم، انت كل ما تبعد عن الشخص التوكسيك او في علاقات التوكسيك حتى لو صداقه، هتسحب نفسك ليه، هو بيقرب لك. ايه ده انت بعدت ليه؟ هتقرب له هو اللي هيبعد. فانت ولا انت هنا ولا انت هنا. وده بقى ياخدنا لثالث نقطه معانا النهارده، وهي ان بسبب قصه تانتلوس دي في فعل اتصاغ في اللغه الانجليزيه اسمه تانتلايز. وانا بصراحه لما قريت الفعل ده وانا بدور وبعمل ريسيرش للحلقه اتصدمت جدا يعني، وحسيت ايه ده، في ايه يعني، ايه يا جماعه ده بجد. اي حد فيكم بيسمعني او بيشوف الحلقه دي في وقت ما هيبقى عارف قد ايه شعور ان انت تكون مستني حاجه ما تحصلش. ومش بقول ان انا بافر او دراماتيك، ولكن هو شيء صعب يا جماعه لنا كلنا. يعني مش عايز اخش في حاجات تضايق قوي، ولكن زي مثلا ما يكون حد تعرفه تعبان او في المستشفى يقول ده هيبقى كويس خلاص، ولكن للاسف يموت او يتعب اكتر. انا بحس نفس الحوار كده، انت لما تكون مستني حاجه او عشمان في حاجه معينه ما تحصلش، وده نفس الحوار. او مثلا حد وعدك بحاجه ما تحصلش، وده برضه حاسسني برضه ان هي الجمله دي مربوطه بشعور الخذلان، ان انت تكون حاطط توقعات عاليه قوي وهوب تنزل على جدور رقبتك وما تلاقيش اي حاجه موجوده. وده برضه نقدر نربطه بالنقطه اللي فاتت بتاعت العلاقات التوكسيك، ان انت بتكون زي ما بقول لكم منتظر الشخص يعمل حاجه جديده، منتظر تصحى من النوم النهارده تلاقي الشخص ده اتغير او حتى مشي. فهو موضوع في الخذلان. نفس تانتلس هو بيكون كان متوقع كل مره ان هو المره دي هيحاول وهتنجح، ولكن كل مره كانت بتفشل. الشعور ده سيء جدا يا جماعه. ولما جيت اسال الناس، انا فاكر الفتره اللي كنت بحضر روايه فسالت الناس ما هو الشعور بالخذلان بالنسبه لكم، والردود يا جماعه اللي جات لي كانت صعبه جدا. وخليني اقراها لكم عشان مش عايز انسى حرف، والله بالظبط مش عايز انسى اي حرف من اللي اتقال. وقبل ما ابدا الردود دي اتمنى تبعتوا لي تقولوا لي ايه الخذلان بالنسبه لكم، او ايه الحاجه اللي بتعبر لكم عن الشعور اللي احنا بنتكلم عليه ده. خلينا نبدا باتقل واحد وهو اكتر واحد اثر فيا، وخلينا اللي هو يا جماعه بيقولوا ايه، تنحت مش قادر ارد على الشخص اللي بعته لي. الشخص ده قال لي ايه، الخذلان بالنسبه لي زي الطفل الصغير اللي شاف اهله نازلين فيقولوا له روح البس الجزمه، وترجع فيهم مشوا وسابوك. يعني بصراحه الرد ده كان محبر قوي بالنسبه لي، ان هو فعلا هو ده الاحساس، انت تكون تجري ومتحمس طب انا هخرج مع ابوي تلاقي مفيش حد سابوك. يعني مش عارف بصراحه ادي اي كومنتري عليه عشان مفيش حاجه تقال اكتر من كده اساسا. في رد تاني جالي من احد اصدقائي في الجامعه، كانت بتحكي لي موقف شخص حصل لها، والدتي صحتها بدات تتحسن وقلت خلاص الدنيا هتبقى تمام، ولكن بعدها توفت. بتكمل صاحبه الموقف وبتقول انا كنت حاسه بغضب شديد عشان اتعشمت ان الدنيا خلاص تمام. وبرضه طبعا الموقف ده مش محتاج اي تعليق مني، عشان يا جماعه مفيش احساس زي احساس فقدانك لحد من اهلك. ولكن يا جماعه للاسف احنا كبشر غصب عننا بنفتكر وبنعمل اعداد طلعات ان بكره هيبقى احسن، ان في حاجه تتغير فجاه. وانا بشوفها ان احنا بنفضل عايشين في عذاب، عذاب الامور تتغير، عذاب ان المره دي هتنجح، ان الشخص المره دي يصحى من النوم يقول لك لا ده انا بحب فلان ده وابطل اتكسك عليه او ابقى وحش معاه. ولكن انا بشوفها ان هو بيكون زي الكابوس، انت فضلت تحلم 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 وبتصحى عشان تكتشف ان مفيش حاجه اتغيرت، مفيش حاجه، وانت اللي كل ده كنت عمال تحلم ومتخيل ان بكره هتصحى من النوم وتلاقي حاجه مختلفه عن حياتك العاديه. في الحاله دي برضو حابب اضيف نقطه رابعه او ممكن نقول يعني نقطه بونص تكمله اللي كنت بقوله، فكره العذاب الابدي، وهي ان احنا زينا زي سيزيف وبروميثيوس وتانتلس. احنا كل يوم بنصحى، هما الناس دي برضه كل يوم بتصحى في الاسطير رؤيتي ليها كده، يعني على امل ان انا هصحى النهارده الاقي اليوم متغير، مش هلاقي العذاب اللي انا فيه، هلاقي سيزيف هيلاقي الصخره ثبتت، وبروميثيوس مش هيلاقي الصقر جه، وتانتلس هيقدر ياكل الفاكهه او يشرب الميه. ولكن انا بشوفها في حياتنا الحقيقيه، ولكن انا بشوف ان في حياتنا الحقيقيه الحل الوحيد ان انت تقبل ان مفيش حاجه تحصل. يعني كان في زي فويس نوت مشهور كده او حاجه يعني حد عاملها، تقبل ان كل السيء حدث، او تقبل ان كل حاجه مش هتتغير. مش فاكر يعني، مش جاي على بالي دلوقتي. فبجد والله مش بقول كلام كليشيه، ولكن هو فعلا لو فكرنا فيها هو الحل الوحيد هو التقبل. تقبل ان هو الوضع زي ما هو، تقبل ان الشخص اللي معاك ده مش هيتغير، هو ان شخص وحش ولازم تسيبه. تقبل يا جماعه ان اللي مات خلاص ما بقاش معانا، وعارف ان دي نقطه صعبه على الناس ومش سهل تقول لحد فقط حد قريب جدا ليه، ولكن ما انت لازم تتقبل، لازم تتقبل الوضع اللي انت فيه.
ومش دايما التقبل هو اللي بيخلينا كويسين وانا عارف كده، ولكن بحسه على الاقل بيريح شويه، على الاقل بيخلينا متصالحين مع الوضع اللي احنا فيه، ان الشخص ده مش موجود، او ان الشخص ده وحش، او ان العيب فيا، افضل ما انا اكون عايش في وهم ان ايه او حلم ان الحاجه تتحسن بكره، او ان زي الولدين السحريين في حد يعمل لك كده حياتك تتغير. واهم نقطه ان احنا نتقبل ان في حاجات مش بايدينا، الموت والحياه مش بايدينا، ان الناس وحشه ده مش بايدينا، في ناس مروا بحاجات معانا واختاروا طريقهم كده. هو الحاجات دي مش بايدينا يا جماعه، مفيش حاجه تقدر تغيرها انت غير انت تغير نفسك، او زي ما بقول لك تتقبل الناس دي كده وتجوع في طريقك وتمشي حياتك. ما هو اصل اقصى عذاب يا جماعه هو العذاب النفسي، عذاب ان انت تحس انت اللي فيك المشكله، او ان انا اللي محتاج اتغير، او ان انا اللي دايما ايه، انا بس لو اتغيرت هم هيرضوا عني، او أنا لو انا عملت اي حاجه تانية كان ممكن يقعد. ولكن في حاجات خارجه عن ارادتنا، وبحسها شبه حاجه دايما الناس المبدعين، ناس كتيره فنانين او كتاب او كده، اسمها الامبوستر سندروم، متلازمه المحتال. انت تحس انت محتال وحد ما هيجي يقفشك كمان شويه. اخر حاجه سمعتها كان بس يوسف بيتكلم فيه بيتوكس عن الموضوع ده، حلقه قديمه شويه، ان هو كان دايما بيشعر بمتلازمه المحتال دي، ان انا ايه، انا مش كوميدي ولا حاجه والناس هتكتشف كده والناس هتبطل تحبني، او مش فاكر اللي قاله بالنص يعني. فهو الفكره في كده يا جماعه، لو انت عندك مشاكل حلها، او لو انت حاسس بحاجه حاول تروح تتكلم فيها، ولكن ما تفتكرش ان المشكله فيك وعشان كده العلاقه ما بتنجحش. ممكن، بس في حاجات بتكون باينه زي ما بقول لك في علاقات توكسيك، مش محتاجه تشكك في نفسك، مش محتاج تحس ان انت في وقت ما حد يجي يعرف ان انت دمك مش خفيف او ان انت مش محبوب. وبرضه فكرني بجمله تانية مش فاكر كان من فيلم ايه، كان اوسكار ايزاك بيقول لك كل حاجه انت كرهتني عشانها او ما حبيتنيش عشانها في حد غيرك يحبني عشانها. وانا من ساعه ما قريت الجمله دي في بوست كده مشهد يعني من الفيلم ده او المسلسل ده، حاسس انه خلاص لا يعني ايه ده، الجمله دي حلوه جدا، كل حاجه انت مش بتحبها فيا في حد تاني هيشوفها واو ده انت ازاي تحفه كده. وفعلا يا جماعه اعتقد ان احسن حاجه نعملها بعد ما نسمع الحلقه دي او عامه في حياتنا ان احنا نحس ان احنا كويسين، او نتقبل ان احنا ممكن يكون عندنا عيوب كبشر، ولكن بلاش نقسى على نفسنا، بلاش نفتكر ان احنا في حاجه سحريه ممكن نعملها تخلي الحياه احسن او تخلي الناس دي تبطل تكون سيئه في حياتنا. وفي نهايه الحلقه وقبل ما اختم حابب بس افكركم بحاجه، ان محدش حكم عليهم انهم كده، يعني يمكن في الاساطير في حد حكم عليهم بكده، ولكن في حياتنا انت اللي حكمت على نفسك بتكون كده، حتى لو انت في بيئه سيئه، حتى لو انت في بيت مش احسن حاجه، حتى لو تفر ظروفك ايه، انت اللي حكمت على نفسك تفضل فيها. ومش قصدي ان هي سهله، لا، ولكن انا في الاساس بتكلم على افكارك وعلى رؤيتك للامور. حاول تطلع بره العذاب ده، وحاول لو انت شايف في عيب غيره، شايف انت في حاجه ممكن تعمليها احسن اعمليها، ولكن تفضل في مكانك ده شعور سيء، عامل بالظبط زي شعور تانتلوس اللي ولا طال دي ولا طال دي، ولا عارف ياكل ولا عارف يشرب. في نهايه الحلقه حابب بس اوضح لكم انا ليه بحب الاساطير جدا، حتى لو ما فيهاش كلام او زي الافلام او المسلسلات او المسرحيات سوري، ولكن الاساطير انا بحسها ان البشر اللي كتبوها زمان في اليونان او في الرومان او whatever ما كانوا شايفين ان في قوه خارقه، او كانوا بيبرروا الوجود بتاعهم، ان في الهه بتعذب البشر وان في حد عمل حاجه غلط. ولكن لو جينا نفكر فيها فعلا، ودي فكره البرنامج، كل الاساطير دي او كل القصص اللي حكيناها ما هي الا اسقاط او تشبيه لحياتهم وغلطاتهم الشخصيه. وعشان كده بحبها، وعشان كده بقول لكم هي دروس مهمه جدا ممكن نتعلمها ونتسلى واحنا بنسمعها. بس واتمنى تكون الحلقه عجبتكم، كالعاده انا كنت معاكم عمر الدش من مسرح اسطول الافلام. سلام.